خرجوا من الشياع. طيب كاينه واحد القاعده قانونيه تتقول لا يجبر احد على البقاء في الشياع. اذا هو حق ان الانسان يخرج من الشياع. وشنو هو الشياع؟ هو الشركه، ولكن في ماذا؟ في عقار. يعني عقار واحد، غادي نفترضوا هذا عقار عنده تيتر واحد، هذا عقار ماشي بالضروره يكون عنده رسم عقاري، يعني ماشي محفظ، يكون محفظ يكون غير محفظ، يعني ما مرتبطش بالتحفيظ، فقط عقار هو هذا هكتار كان تيملكو واحد الشخص مثلا، ذاك الشخص توفى كيورثوا 5 ديال الورثه. دائما تيكون شيعه في اطار الارث او الشركه او الشركه. اذا هذا العقار كيصبحوا كيملكوه 5. حنا عارفين كل واحد شحال عنده من سهم على حسب القاعده الشرعيه، عارفين كل واحد شنو جا في حقه، في الورث، حيت كنتكلموا على ورث، ولكن كلهم كيملكوا هذا العقار وكل واحد عنده واحد العدد ديال الاسهم، جزء. فين هو هذا الجزء؟ ما حددناش، مازال ما حددش. انا كنملك في هذا العقار، ولكن واش ديالي هو اللي في هذا القنت، واش هو اللي في الشمال، واش هو اللي في الشرق، واش هو في الجنوب، ما عرفناش، اذا مازال ما خصمناش. متفقين؟ انا هذه الوضعيه هذه ما مخرجانيش، ما بقيتش باغي نبقى شريك على الشياع. اذا القاعده كتقول حتى واحد ما هو ملزم باش يبقى شريك. دونك شنو شنو خاصو يدير؟ خاصو اولا عندنا جوج ديال الطرق باش نديروا القسمه، يا اما قسمه قضائيه او قسمه رضائيه. غنبداو بالرضائيه هي الاولى. اذا الرضائيه حنبقى دائما في هذا المثال ديال الارث اللي تكلمت عليه، 5 ديال الورثه غادي يمكن نتفقوا ب5 بينا ونجي نديروا القسمه. انت عندنا 3 ديال الاناث وجوج ديال الذكور. القاعده الشرعيه تقول للذكر مثل حظ الانثيين. اذا انا عندي جوج قسمات وانت عندك قسمه. كنديروا اصل المساله الشرعيه وكنعرفوا يعني عمليه حسابيه، ها شحال جاني، ها شحال جاك، ها شحال جا كل واحد مزيان. دابا غنقسموا حبيا، ولكن انا راه عجبني هذه البلاصه. الاخرى كتقول لك لا انا بغيت هذه، الاخرى كتقول لك انا عندي فيها ذكريات بغيت نبقى هنا، انا بغيت نكون حدا الطريق. مزيان. الا تم اتفاق، واخا حنا راضيين بعضياتنا، كنديروا اتفاق عقد ديال القسمه، وكنعلموا بالعقار والرسم العقاري ديالو الا كان محفظ، والاطراف والهويه ديالنا والصفه ديالنا، وبناء على تصميم، على تقرير او تصميم او ملف تقني داروا المهندس المساح الطوبوغرافي، وتنقولوا حنا كنتفقوا على الاشياء الاتيه. اشنو هو؟ قسمه رضائيه في هذا العقار، هذا غياخذ البلاصه الفلانيه شمالا كذا، جنوبا الحدود ديالو، شرقا الى اخره. الثاني عنده جزء ديالو كذا وكذا، وكنحدوه وكنديروا لهذه القسمه هذه وكنمشيو نحطوها في المحافظه. هذه قسمه رضائيه حبيه. ما اتفقناش، وقع نزاع بيناتنا، ماشي على مبدا القسمه، بل على شكون اللي ياخذ هذه وشكون اللي ياخذ هذه. يمكن لنا نديروا قرعه، هذا يبقى حل مزيان. ملي كنديروا قرعه، اذا كل واحد تيقبل ذاك الاحكام ديال القرعه وتنتوكلوا الله وتنحفظوا. ما اتفقناش او جوج غايبين او كاين نزاع او حتى واحد يقول لك انا ما بغيتش نقسم، انا بغيت نبقى كنشم فيها ريحه الوالد ديالي، هذه ما بغيتش. مجموعه بحال هكا نشوفها. اذا كنضطر ديك الساعات نلتجئ للمحكمه، وهنا كتكون القسمه قضائيه. القسمه القضائيه تيخصنا لازم نبين الصفه ديالي، شكون انا جاي نطلب القسمه ديالاش وشكون انا. اذا باش نثبت الصفه ديالي بعقد الاراثه، اذا انا كنتكلم على واحد العقد، على واحد العقار كان ديال با، اذا انا واش هذا با؟ يا سيدي ها الورقه بان هذا با. اشنو هي الورقه ديال با؟ هي عقد الاراثه. وشنو هي عقد الاراثه؟ هي اللي كيدار في ذاك النهار الاول الجنازه، او النهار الثاني، او النهار الثالث، او من بعد شهر، او وانا ما كننصحش هادشي يدار بعد شهر او بعد 3 شهور او بعد عامين او 3 سنين. هادشي كنصحوا يدار في اقرب وقت، يعني الانسان يدوز من ذاك الفتنه ديال ذاك المصيبه اللي كيكون كيعيشها الانسان، يومين 3 خصو يدير عقد الاراثه. ما حد داكشي باش كل واحد يعرف راسو شنو الا كانت شي قسمه دار. علاش هادشي كنتكلمك على التجربه ديالي مع الناس اللي كيدافعوا في الحقوق ديالهم، حيت حنا مازال عندنا الانثى ديال زمان ماشي ديال دابا. الانثى كتحشم فيه الحياه، ما كتقدرش تقول لخوها اعطيني حقي. باهما هذه حالات بزاف كثيره بواحد السن معين، ماشي ما كنهضرش عليها دابا، لا دابا واحد السن معين يمكن لها تضيع في حقها، لان ما قدرش تهضر مع خوها تقول له خصنا نقسموا ولا نديروا ديك الحاجه، لان خوها كبير وفي مرتبه، وهو تا هو ما تيفهمش انه يعطيها حقها. وبعض الاحيان كتلقى داك الاخ بصح في مرتبه الاب وكيقوم بالواجب، وفي بعض الاحيان الشيطان كيلعب مزيان على داك الاخ الكبير وكيضيع حق هذوك الناس. وكنقول لهم ولا كيتدخل القانون، ما كنصحش اننا نتعطلوا، نقادوا هذه المساله ديال عقد الاراثه. ما فيها حشمه، ما فيها حشمه. شنو هي عقد الاراثه؟ ما لا هذا شرعي ما فيه حتى شي حاجه. عقد الاراثه هو كنجيبوا العدول وتيديروا الشهاده ديال 12 شاهد اللي تيقولوا ان فلان توفي، كنا كنعرفوه معرفه صحيحه، وتوفى بالتاريخ الفلاني وترك من الورثه. اللي كنقول ترك من الورثه زوجته، امه، ابيه، امه دونك ابيه، امه ان ابوه، اخوه الى اخره. كنقول ها الورثه اللي كيورثوا في الشرع ديالو، هذو اللي كنعلموا حنا اللي كيورثوا. اذا هذا سميتو عقد الاراثه، وما تيخصناش ما ندخلوش شي واحد من الارث. ماشي حيت واحد بغى ينتقم من واحد نقول له انا غادي ندير عقد الاراثه ديالي وما ندخلش اختي،
انا ندير عقد اراثه، كاين هادشي بزاف، كل واحد كيدير عقد اراثه ديالو وما يدخلش اللي بغا. ودوك الشهاد تيشهدوا بهادشي. ها مزيان حسيت تبارك الله عليك اسامي، كتعجبيني كتحطي بصح شهاده الزور رجعت عندنا شي حاجه خفيفه سهله. الشريف ملي نعيط لك الشهاده عدليه وغتشهد، راه خصك تدلي الا قلتي كنشهد انني كنعرف، خصك تشهد بما فعلا تعلمه او تعرفه، ماشي تقول واحد الحاجه قال لك دير ومشيتي كتوقع وعطيتي البطاقه الوطنيه ديالك، خصك تشهد دير اسيدي انا عيطت لي باش نشهد. لاش اسيدي بغيت نشهد؟ علاش؟ بغينا نشهدوا بان فلان ايا سيدي كنعرفوا وشكون خد، وعلى حساب المعرفه ديالي كنعرف بان خلى مرتو وخلى جوج ديال الوليدات، ولكن ما عرف واحد السيده هذا خصنا نزولوه. هذا ما عرفتش واحد السيده كتجي مع نقول لك بنته، نقول لك بنته من الرضاعه، نقول لك بنته بالكفاله، ما عرف واحد السيده ما عرفتهاش، هذا خصنا نحيدوه. خصنا اللي غادي يشهد بما يعلموه بصح وباليقين، ماشي بالسمع. وسمعت منا خلى جوج ولاد وكيجي يحط البطاقه ديالو وكيشهد، لا راه تيمكن نضيعوا ناس في حقهم. اذا الشهاده خصها تكون حقيقيه، هاد الناس كيشهدوا بانها الورثه ديال هذا السيد. اذا هذه ملي كنفعل المحكمه اش كنبين الصفه ديالي، شكون انا اللي جاي نهضر. ثم انا جاي نهضر على اياش؟ على واحد العقار. اذا خصني نجيب ما يفيد بان هذا العقار اللي انا بغيت نخرج منه من الشياع، خصني نجيب ما يفيد بان هذا الدار اللي كنورث فيه راه العقار ديالو. اذا شنو غادي نجيب؟ الملكيه، شهاده الملكيه. اذا كان العقار محفظ كنمشي للمحافظه كنجيب شهاده ملكيه جديده، تنقول له ها سيدي ها الوليد ديالي، ها اخذ الاراثه، وهاد الارث راه دخلنا الإراثة بين 6 ولا 5، وانا بغيت نخرج من الشيعة. مزيان. وطبعا خصها تكون عندي الاهليه، لان باش دير دعوه خص تكون عندك 3 ديال الشروط، عندك الاهليه والصفه والمصلحه. واضح. المصلحه انني بغيت نخرج. واش ممكن تكون قسمه مستحيله؟ اكيد. في اي حاله. ملي عندنا شقه مثلا فيها 3 ديال البيوت وفيها كوزينه وفيها مرحاض، وحنا بينا 7 ديال الورثه، واش واحد غياخذ مرحاض، واحد غياخذ نص ديال الدروج؟ شنو هو الحل اذا؟ البيع في المزاد العلني، هذه كتسمى قسمه التصفيه. انا جايك ليها، خليني في المرحله الاولى. اذا قلت الرضائيه شرحتها، القسمه القضائيه شرحتها. القاضي ملي كيحكم تيخصو يتعرف هذا العقار في عين المكان. اذا تيمكن له، وغالبا تيحكم كيدير واحد الحكم يسمى الحكم التمهيدي، بالفرنسيه تيسمى ان جوجمون افون دير دروا. قبل ما نتكلم في القانون كندير واحد الخبره. افون دير دروا اللي يلخصو كيقول ادي افون دير دروا، ان جوجمون ادي بالفرنسيه. بالعربيه هو حكم تمهيدي. كيخرج خبير لعين المكان كيشوف هذاك العقار اللي غادي نقسمو، يا اما شقه، يا اما ارض عاليه، يا اما عماره، يا اما ضيعه كبيره فيها مجموعه ديال الاشياء. اذا تيشوف شنو هي الورثه اللي عندي، شحال الورثه عندي، وشنو هذا العقار اللي عندي، كنعاينو. وتنقول تقنيا حيت انا مهندس، هذا هو اختصاصي، تقنيا يستحيل نقسم هذا العقار على هذه 5 الورثه. علاش؟ لان خصني نحافظ على طبيعه العقار والاستغلال ديالو والمنافع ديالو بعد القسمه. اذا كانت عندي 2000 متر مربع في واحد العقار فلاحي، 2000 متر مربع يعني الخمس ديال هكتار، هذا الخمس ديال الهكتار واش هو فلاحيه، ارض فلاحيه فيها الزرع، ما نقدرش نبني فيها. واش نقدر ماشي نبني، واش نقدر نقسمها، واش نقدر نعطي لكل واحد تجيه 60 ولا 150 متر غادي يفلحها؟ 150 متر واش غيفلحها؟ الا كانت هي فلاحيه. شقه واش نقسمها بين 5 ديال الناس؟ يستحيل نقسمها، ما يمكنش تكون واحد ما غاديش يمكن له ينتفع بها، ما يمكنش يدير باب المرحاض ديالو ويبقى يدخل المرحاض ويجي. واحد اخر نعطيه نص ديال الدروج، واحد نعطيه نص ديال النبح، واحد نعطيه نص ديال البيت، واحد نعطيه نص ديال المطبخ. اذا استغلال المنفعه ديال ذاك العقار ما غتبقاش. اذا ما يمكنليش نقسم هذا العقار. بالتالي تنقرر انا كخبير او كنقترح انا في التقرير ديالي، كنقرر، ولكن القرار النهائي كيبقى للقاضي. تنقترح ليه واحد الامكانيه ديال البيع في المزاد العلني. يعني كانت قسمه قابله ممكنه، كندير القسمه، تنقول القسمه اقتراح الاول القسمه، اقتراح الثاني القسمه، اقتراح الثالث القسمه مثلا، وكنخلي القاضي ياخذ القرار ديالو. او غير قابله للقسمه، اذا كنعين كنحدد كندير تقييم ديال هذا العقار وتنقول غادي نحدد ثمن افتتاحي للبيع في المزاد العلني كذا. مثلا شقه غنقول هذه الشقه كتسوى المساحه ديالها فين كاينه، الجوده ديالها الى اخره، غادي دير 60 مليون. اذا كندير في التقرير ديالي الثمن الافتتاحي هو 60 مليون، وكنعطي للقاضي تنقول له الله يخليك راه هذا التقرير ديالي والمهمه ديالي اللي كلفتني بها، تنقول لك هذا عقار غير قابل للقسمه وخصو يتباع في المزاد العلني باش يقسموا بيناتهم، وهذا الثمن افتتاحي للبيع. اذا درنا القسمه القضائيه اللي كيتباع في المزاد العلني وكتحط الفلوس في الصندوق ديال المحكمه، وكل وارث من الورثه كيمشي ياخذ الحق ديالو من ذاك الفلوس. اذا عموما هذه هي القواعد العامه ديال القسمه. وطبعا هنا كتخلق الشفعه، حتى موضوع اخر. اللي كيجي واحد ما درناش قسمه ولكن بغى يبيع، انا هذه القسمه غيدير فيها صداع والحكامه
ودير القسمه رضائيه، ما بغاوش قضائيه، خصها وقت وخبير ومشاكل وتبليغ ديال الشركاء معايا كلهم خصني نبلغهم في القسمه، خصني نبلغ كلهم. وفي الحين يكون واحد في فرنسا، واحد في هولندا، واحد في المغرب، واحد شحال هذه ما شفتو غيصعب عليا المسطره، انا غادي نبيع حقي في الشياع ونخرج بحالي.